عناوين في حادث مرور مأساوي لقي اليوم 32 شخصا حتفهم وأصيب 22 آخرون بجروح. الحادث الذي تم تسجيله على مستوى الطريق الوطنية رقم 23 بولاية الأغواط الرابطة بين دائرتي أفلو وواد مرة بالمكان المسمى بمنطقة أجدر وقع في حدود الساعة 2 صباحا إثر اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ورقلة ومتجهة إلى وهران. هذا وقد اطلع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير النقل على الوضعية الصحية للجرحى في حادث المرور المروع، كما تم تقديم تعازي الحكومة لعائلة الضحايا. كانت قادمة من الاتجاه المعاكس. بعد الحادث اندلعت النيران بالحافلة بعد انقلابها، مما أدى إلى وفاة 32 شخص وجرح 23 آخرين، وهذا كحصيلة أولية. فور تلقي الخبر قامت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط بتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية والتنقل إلى عين المكان بمعية أفراد الحماية المدنية، وتم الاستعانة بخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من أجل تحديد أسباب الحادث وتحديد هوية الضحايا. كما أسفر حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين الرابط بين شلف